السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كان في مباراة الأهلي وبيراميدز. مباراة خلصت 3-0. يعني أنا واحد من الناس كنت متوقع المباراة تخلص فوز بيراميدز، عشان أنا عارف الأهلي مش في حالته ولا في أي حاجة يعني. بس الحمد لله الأهلي فاز على بيراميدز 3، والزمالك خسر من أسوان 2-1. ف معلش يعني الزملكاوية كانوا بيقولوا لي الزمالك هيرجع وهيفوز هتبقى النتيجة 3-2 أو هيتعادلوا على الأقل. أنا استنيت لغاية ما المباراة خلصت وما تعادلوش. يعني الزمالك ما تعادلش. طب شو نسوي طيب؟ نروح لماتش الأهلي. ماتش الأهلي أنا داخل المباراة والماتش أنا عارف الماتش اللي أنا هخسر. والله العظيم يعني انا عارف الماتش هيخلص الاهلي مغلوب 1-0 2-0. عارف عشان الماتش اللي فات الاهلي ما كانش في حالته، والنهارده الاهلي عمل شغل فاز 3-0 من قذيفة من عمرو السولية، وضربة رأس برضه من عمرو السولية، وجون من حسين الشحات. يلا دخلت وخلاص يعني. يعني زي ما يكون بيقول لك اتوكل على الله، يلا هي كده كده داخلة. يعني هتروح فين؟ فنرجع بقى يا زملكاوية، الأهلي بطل الدوري، الأهلي بطل الدوري. وإن شاء الله إن شاء الله مفيش حد هياخد الدوري السنة دي إلا الأهلي. الزمالك خدها مرتين ورا بعض، أوكي عادي، دي العادة اللي انت تاخدها مرتين وتقعد 3 4 سنين ما تاخدهاش. والأهلي رجع لكم تاني يا جدعان، والأهلي هيرجع عشان في كأس عالم الأندية ولازم يلعب ولازم يرجع. تمام. نشوفكم في الفيديو الجاي. يا ريت اشتراك في القناة ولايك، والسلام عليكم.